صفية. طيب وبعدين يا حبيبي؟ انا برفعها دلوقتي، معلق عليها وبرفعها دلوقتي. you are؟ ياه ماشي. انا لسه انا لسه رابط نت دلوقتي حبيبي. ورحمة ابوي اذا ما بتجي راح جايريتك على مصر رح ارجع لك مبارك. لا بصي انا حالا والله انا الصبح حاضر. انا بس الصبح كنت في everybody's waiting for you حبيبي. حاضر والله حاضر. وهديكي فيديوهات تانية ما شفتهاش قبل كده. المادة you're doing it هلا you're doing it. بربط خلاص، بربط نت وبربط طيب. الكاميرا اهو وبرفعها دلوقتي. ما فيش نوم يا عادل. وصلتك الامانة حقا؟ الويسترن يونيون واقف. نعم. الويسترن يونيون مش شغال في مصر. ليه؟ واقف. في ضرب في البنوك في مصر. ايه نعمل ازاي اذا؟ لا سيبيه، هيشتغلوا يوم الحد. من نهار الحد؟ هيشتغلوا الحد ان شاء الله. اوكي. طيب عادل، first of all I need all the FTP رح تبعت لي يوم الليلة. هبعت لك FTP حاجات قديمة بس كله FTP بدي اهم شيء مثل ما قلت لك انت be accurate, open my mail, see all the details. هديك طيب كل الديتيلز اللي انت بعتها على الميل هبعتها لك، ارد عليها وهديك فيديوهات تريننج. اسمع فيديو ليلة الانتصار والليلة اللي قبل. حاضر. والفيديوهات كورسات تدريبيه احنا كنا بنعملها للشباب، دي مش معاكي طبعا، هديها لك تمام. وفيديوهات طب ليلة الانتصار، بدي ليلة الانتصار وانت فيها. حاضر هديكي كذا حاجه، مش دي بس. وكانفاس وهديكي تدريبات احنا كنا بنعملها للشباب في القاهره. وهديكي صور لنشاطك بغزة. ما عندك فيديوز؟ لا ما عنديش فيديوهات ليا في غزة، ليا صور بس ولا بيكتشرز. اوكي ابعت لي هودي وخلينا على اتصال. دونت كلوز يور فون. اوكي هو بس البطارية زفت بس. ماشي. انا ام نوت سليبينج تونايت فيعني هزعجك طول الليل. لا حاضر. اوكي طيب يا حبيبي. سمعتوا معايا المكالمة؟ سيدة لا تجيد اللغة المصرية، يبدو عليها لغة شامية، قد تكون إسرائيلية، قد تكون لبنانية، whatever. تجيد الإنجليزية بطلاقة وتجيد اللغة الشامية لا تتحدث العربية. في 5 ملاحظات هركز عليها. الملاحظة الأولى أنها بتقول له I am counting on you, everybody is waiting for you. أنا بعتمد عليك، كل شخص هنا عندنا في انتظارك، في انتظار هذه المعلومات التي ستأتينا بها. بتقول له الأمانة حجتك وصلتك. بيقول لها الويستر يونيون واقف. عارفين الويستر يونيون بيعمل ايه؟ تحويلات مالية من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج. هي بعتاله تحويلات، فبتقول له الأمانة وصلتك، فبيقول لها الويستر يونيون واقف، لكن ما تقلقيش هو هيفتح يوم الحد، فيه لخبطة أو فيه إضراب في البنوك، وهيفتح يوم الأحد. بتقول له أنا عايزة كل الديتيلز اللي بعتها لك على الميل. بيقول لها اني هبعت لك كل الديتيلز وهبعت لك حاجات ما شفتهاش قبل كده وما عندكوش هذه الحاجات. بتقول له طيب هل عندك فيديوهات عن تدريباتك في غزة او نشاطك في غزة؟ فبيقول لها لا للاسف ما عنديش، عندي تدريباتي في صربيا، لكن هبعت لك التدريبات اللي كنا بنعملها للمجموعات الشباب في مصر. وبعد كده لما هنرجع لمكالمات أخرى بعد كده هيتكلم هو وأحمد ماهر عن دورة كاملة بتتعمل بعد نجاح ثورة 25 يناير حوالين برضه تدريبات أخرى في صربيا ومشاركة الإخوان فيها وغيره. لما نيجي ليها هنتكلم. لكن لأول مرة كنا نتحدث عن أموال تأتي إلى حركة 6 أبريل، كنا نتحدث عن خيانة لبعض الحركات الثورية لوطنها. اليوم لدينا وثائق تدين أحمد ماهر، تدين محمد عادل، تدين
باسم فتحي، وسائق محادثات بين باسم فتحي وبين أحمد ماهر، محادثات بين محمد عادل وأحمد ماهر، محادثات بين محمد عادل وخارج مصر، محادثات بين أحمد ماهر وخارج مصر، كلها تدور في فلك التمويل مقابل المعلومات، التمويل مقابل تدريب ناس، التمويل مقابل إرسال ناس للخارج للتدريب، جميعها تدور في فلك الخيانة. أول مرة في مصر